المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: فخامة الرئيس يستقبل نائبة وزير خارجية إيطاليا. تدشين المركز الوطني للقلب في مستشفى روتا الوطني. دورة تأهيلية حول مكافحة الآفات في صنعاء. إسرائيل تستهدف أنفاقا هجومية لحزب الله في لبنان. أمريكا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران. وفرنسا تجمد قرار زيادة الضرائب على الوقود. أهلا بكم مشاهدينا. استقبل فخامة الرئيس سياس أفورقي اليوم الأربعاء 5 ديسمبر النائبة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إيطاليا إيمانويلا ديل والمستثمرين المرافقين لها في قاعة دندن للضيافة، وأجرى معها جلسة مباحثات. وقدم فخامة الرئيس سياس أفورقي في اللقاء دعوة للحكومة الإيطالية والمستثمرين الإيطاليين للاستثمار في البنى التحتية والزراعة والثروة البحرية والصناعة، مستفيدين من الفرص الكبيرة المتوفرة في إريتريا ودول منطقة القرن الأفريقي. ونوه فخامته بأن هذه الدعوة ليست جديدة، بل هي استمرار لدور إيطاليا التاريخي في منطقة القرن الأفريقي. من جهتها ذكرت نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالية إيمانويلا ديل بأن بلادها تهتم بفرص الاستثمار الكبيرة المتوفرة في منطقة القرن الأفريقي والتي تجذب المستثمرين، وعبرت عن أمنياتها الكبيرة بأن يفيد الاستثمار الجاري في هذه المنطقة شعوب تلك الدول والشعب الإيطالي. وذكرت سعادتها بأن الزيارة التي تقوم بها تأتي عقب الزيارة التي قام بها رئيس وزراء جمهورية إيطاليا كونتي جوزيبي، مشيرة بأن هذا يبرز اهتمام إيطاليا بالقرن الأفريقي وإريتريا عامة. يذكر بأن رئيس وزراء جمهورية إيطاليا قام بزيارة عمل رسمية إلى إريتريا في 12 من أكتوبر الماضي، وتباحث خلالها مع فخامة الرئيس سياس أفورقي حول تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة التعاونية بين البلدين. دشن في 4 ديسمبر الجاري في مستشفى أوروتا المرجعي المركز الوطني لأمراض القلب، وتم تجهيزه لمباشرة عمله. وحضر مراسم التدشين وزيرة الصحة أمينة نور حسين ونائبة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إيطاليا إيمانويلا ديل وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة. وألقى المدير الطبي لمستشفى أوروتا الوطنية الدكتور هبتآب محاري كلمة أوضح فيها بأن المركز الوطني لأمراض القلب مجهز بالمعدات اللازمة، وشيد بالتعاون بين وزارة الصحة وجمعية التعاون الإيطالية ومنظمة الصحة العالمية، وأصبح جاهزا للعمل. من جهتها أكدت نائبة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إيطاليا إيمانويلا ديل بعد أن عبرت عن تهنئتها بالتطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وخاصة إريتريا وإثيوبيا، أكدت إعادة تفعيل علاقة إريتريا وإيطاليا، وعبرت عن سعادتها لمشاركتها في مراسم تدشين هذا المشروع بدورها. أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور جوزفين نامبوزي إلى أن بدء المركز الوطني للقلب هو جزء من رؤية إريتريا لمعالجة أمراض القلب، موضحة بأن منظمة الصحة العالمية تشعر بفخر واعتزاز لمشاركتها في هذا المشروع. وتفقد المشاركون في مراسم تدشين المركز والخدمات التي يقدمها مستشفى أوروتا المرجعي. صرح سكان مديرية تسناي بأنهم يحصلون على خدمات مياه شرب صالحة وبتعرفة معقولة بفضل عملية الصيانة التي جرت في بداية عام 2018. وأوضحوا في تصريحهم بأن عملية خفض التعرفة التي أجراها مكتب توزيع المياه تلعب دورا هاما في تحسين حياتهم الاقتصادية. وأفاد السيد عثمان حسن مسؤول خدمات توزيع المياه في المديرية بأنه ووفق التعرفة الجديدة فقد انخفض سعر المتر المكعب في المنازل من 20 نقفة إلى 11 نقفة، فيما انخفض في المؤسسات من 25 نقفة إلى 14 نقفة. وسعر البرميل من الصهاريج انخفض من 20 إلى 15 نقفة. ومن نقاط توزيع المياه انخفض سعر البرميل من 6 إلى 4 نقفات. وأكد السيد عثمان عملهم على ضمان البنية التحتية المتوفرة في المدينة، مشيرا إلى إدخال أكثر من 4000 حنفية في المنازل، مما أدى إلى حصول أغلب المواطنين على مياه الشرب الصالحة.
نظمت دورة تأهيلية في مديرية صنعاء للناشطين في تنمية البساتين تركزت حول مكافحة آفات وأمراض الطماطم. وأشار خبير مكافحة البذور المحاضر في الدورة السيد نبر جبرهيوت إلى أن الدورة التي قدمت لأكثر من 6 أشهر نظريا وتطبيقيا تساعد المزارعين على التعرف على سبل مكافحة الآفات والأمراض النباتية، وخاصة الآفات التي تعرف بتوتا أبسولوتا. وذكر السيد نبر المزارعين للحفاظ على نظافة مزارعهم جيدا بدل التركيز على الأدوية لمكافحة الآفات بعد الأوان، وتغيير الدورة الزراعية منوها بأن يستفيدوا من الأدوية في عملية النظافة ومكافحة الآفات كخيار أخير. من جهته قال مسؤول مكتب الزراعة في مديرية صنعاء السيد برقي مسقنة بأن عينات البذور التي كان يستخدمها المزارعون كانت تقليدية، مناشدا الدارسين لتنمية إنتاجهم مستفيدين من المعلومات المكتسبة. وفي الكلمة التي ألقاها مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر أوضح بأنه ينبغي على المزارعين ووفق المعلومات التي اكتسبوها إدخال سبل علمية مستفيدين من موارد المياه المتوفرة في المديرية. من جهتهم أشار الدارسون إلى أهمية تقديم الدورة بشكل نظري وتطبيقي، مناشدين باستمرارية مثل هذه الدورات. أكد الشباب العامل في المؤسسات الحكومية بمديرية حقات في المؤتمر الثالث الذي عقدوه في 29 من نوفمبر المنصرم، أكدوا لعب دور رائد في برامج التنمية الوطنية والتصدي عبر تنسيق وتوحيد القدرات. وقدم في المناسبة تقرير منفصل حول الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنموية والتي نفذت خلال 3 سنوات مضت، مقيما إياها بأنها لم تنفذ كما ينبغي بالنظر للأهداف المنشودة. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في إقليم عنسبة الشاب الزازي بركة بأن الاتحاد ظل يبذل جهودا حثيثة لبناء وتنشئة شباب متسلح بالمعرفة المهنية الكفوة، داعيا الشباب العامل في المؤسسات الحكومية لتبادل التجارب فيما بينهم والعمل لضمان مستقبلهم مستفيدين من الموارد والفرص المتوفرة. من جهتها قالت مديرة مديرية حقات السيدة آمنة حاج عثمان بأنه تنتظر الشباب مهام لا يستهان بها لضمان مجتمع متطور ومزدهر بتعزيز وعيهم وتأطيرهم، مؤكدة جاهزية إدارتها لإنجاح الخطط التي يضعها الشباب العام في المديرية. في الختام اختار المؤتمرون لجنة إدارية تستمر فترة عملها ل2 عام. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي قالت إسرائيل بأنها بدأت عملية لكشف وإحباط أنفاق حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران لشن هجمات عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل. قال الجيش الإسرائيلي أن العملية حتى الآن تتم داخل حدود إسرائيل ولم تمتد إلى لبنان حيث تبدأ الأنفاق. ونشر الجيش لقطات لأنفاق ومعدات حفر أثناء عملها لتنفيذ ما وصفه بالاستعدادات التكتيكية للكشف عن مشروع حزب الله للأنفاق الهجومية عبر الحدود. وقال الجيش إن أحد الأنفاق يبدأ من داخل منزل في قرية كفر كلا اللبنانية ويعبر الحدود قرب بلدة المطلة في أقصى شمال إسرائيل، ولم يرد تعليق حتى الآن من حزب الله. قال الجيش اللبناني إن الوضع يتسم بالهدوء على جانبه من الحدود، وهو ما قاله كذلك أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في المنطقة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي التقى مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل لإطلاعه على العملية الوشيكة، قال إن العملية ستستمر طالما دعت الضرورة. قال مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة تضغط على الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على إيران بسبب صواريخها البالستية، محذرا من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا ما لم يتم كبح طموحات طهران. وأجرت إيران تجربة صاروخية هذا الشهر مما أثار قلق الغرب، في حين وصفت فرنسا التجربة بأنها عمل مزعزع للاستقرار، لكن الاتحاد الأوروبي يركز على حماية الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 مع إيران، والذي أعلن الرئيس الأمريكي الانسحاب منه في مايو. وقال براين هوك ممثل واشنطن الخاص بشأن إيران بعد اجتماعات مع القوى الأوروبية في بروكسل، قال نود
أن يقر الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف الأشخاص والمنظمات التي تسهل تجارب إيران الصاروخية والانتشار الصاروخي. وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد يوم الثلاثاء جلسة مغلقة لبحث اختبار إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى، والذي وصفته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأنه استخفاف بالقيود التي فرضتها المنظمة الدولية على برنامج إيران الصاروخي. قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن الحكومة ستجمد قرار الزيادة في ضريبة الوقود الذي اندلعت على إثره احتجاجات عنيفة في أرجاء البلاد. وأكد فيليب في كلمة من الجمعية الوطنية تعليق قرار فرض الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها ستخضع لنقاش موسع في البلاد. وتشهد المدن الفرنسية الكبرى احتجاجات بدأت منذ 3 أسابيع وتسببت في أضرار بالغة، وترتكز الاحتجاجات بشكل أساسي على ارتفاع أسعار الوقود. وسعى رئيس الوزراء إلى تسوية مع المتظاهرين، لكنهم انسحبوا من المحادثات وقالوا إنهم تلقوا تهديدات بالقتل من متظاهرين متشددين يحذرونهم من الدخول في مفاوضات مع الحكومة. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد وعد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل عامين بإجراء إصلاحات شاملة، لكن شعبيته تراجعت بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة. قال أطباء إن امرأة في البرازيل وضعت مولودة بعد أن خضعت لعملية زرع الرحم من متبرعة متوفية في أول حالة ناجحة من نوعها. وشملت الحالة التي نشرتها مجلة لانسيت الطبية توصيل أوردة من الرحم المتبرعة بأوردة المتلقية، وكذلك توصيل الشرايين والأربطة والقنوات المهبلية. وتأتي الولادة بعد فشل 10 حالات سابقة جرى خلالها نقل أرحام من متبرعات متوفيات في إنجاب مولود حي. وكانت هذه الحالات في الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وتركيا. وقال الأطباء أن ولادة الطفلة في البرازيل جاءت من خلال عملية قيصرية بعد 35 أسبوعا و3 أيام. ويقدر الخبراء أن العقم يؤثر على ما بين 10 إلى 15% من الأزواج في سن الإنجاب في أنحاء العالم. ومن بين هذه المجموعة توجد واحدة من بين كل 500 امرأة تعاني من مشكلات في الرحم. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.